مرحبا شباب وفيديو جديد. شوف هذا افراخ هذني، راح اراويك شغلات ما حد يقول لك اياها، انا راح اقول لك اياها لان اكو ناس ما تحكي لك الصدق. بالنسبة شوف الديل، هذا فرخ طبعا تزوجها الريشي. شوف الديل، هذا ديل الطير، طير السباق. شوف شلون يصير، ريشة واحدة، عبارة عن ريشة واحدة. إذا شفت طير يمشي لو طاير ذيله مفتوحة اعرف انه هذا الطير زبالة ما يفيدك. طير ما يفيد لا للسباق ولا للمطيار ولا للتبزير. هذا طير المضبوط، هذا ذيله جناح قصة واحدة شكله. طبعا هذا نستوهن طارم صار لنا يومين. راح اقول لك على معلومة اللي هي معلومة الريشة العاشرة، بس اقول لك شلون ويمتى تجرها او تهلسها. اكو ناس تهلس جناح كامل، تهلس هذني 6 ريش او 5 ريش، ومنا كذلك 5 ريش او 6 ريش، ويجرون الذيل. يمتى؟ بشهر الثامن 1/8. ليش يجرونه؟ على مود يكون جاهز بشهر العاشر للمطيار الوقت السباق. لأن إذا بشهر العاشر فمستحيل يصفي، ما راح يصفي، راح تبقى هاي الريشة نسل، راح الطيرة راح تطق، راح يطلع من عندها دم، بعد ما تصحى طول عمرها ما راح تطلع صاحية، فراح يظل الطير عايب. فأنت شو تسوي؟ هاي الريشة تنشلع، إذا تريد تشلع بس هاي الريشة. هذني الباقيات يلحق يدبهن، هو هذني يدبهن يبدلهن كلهن يتبدلن، بس هاي الريشة ما تلحق. فأنت شو تسوي؟ لازم تجرها. هسه راح اراويك شلون تجرها بها طريقة. وهم يهلسون الذيول، لأن الذيول همين ما تكمل كلها جرة واحدة. من يجي وقت التدريب فهذني مو كاملات، فهم يردونه كامل وجاهز. يجي يسوون يهلسون الذيل ويهلسون الجناحات، ولأن الجو حار وصيف فيعوفون الطيور بالقاع على مود شنو؟ تاكل وتنام، لا تطير لا تصعد لا تنزل. تمام. وهسه راح اراويك شلون تهلس الريش مالته. نكمل. شوف هسه عندي طيارة كبيرة ما تلعام، شوف جناحها ما كامل. لحد يا ريشة جديدة لحد هنا، ذني كلهن مجدد، هذني كلهن مجدد لحد هنا جديدة، يعني لحد الخامسة. وهنا نفس الحالة. شوفون شلون مقصفات. احنا شو نسوي؟ شوف هاي تشلع، هاي وحدة هلسناها، هاي الثانية وهاي الثالثة. الباقيات يلحق يكملهن، يعني من شهر العاشر هن كاملات 15/10 او بداية 11. فهذني نهلسن على مود يطلعن جدد. بالنسبة للذيل، الذيل ما راح اهلسه، تلحق تدبه، يعني تلحق تبدله. هاي وحدة. هسه راح اجيب لك وحدة ثانية، هسه اجيب لك طيرة ثانية. نجي نكمل. هاي الطيرة ما لك علاقة بالتاسعة اللي ذابتها. شوف الجناح باله، هاي لحد هنا جديدة، هذني قديمات. فاحنا شو نسوي؟ نجر هاي نجر هاي 3 ريش، هذني تلحق الذبن، هذني تلحق الذبن، بس العاشرة اللي هي الأولى ما تكمل، فاحنا لازم نهلسها. هذا الجناح ما راح اهلسه لأن هاي احتمال هي تذبحه، واشوفها خلال هاي الأيام إذا تأخرت فهم أرجع أجرهن. شوف بابا لي الذيل، شوف رايح يسار، هاي الطيور المضبوطة كلها ذيلها هيجي قصة واحدة. أشوف الطير ذيله مفتوح قول هذا الطير تعبان. سأكمل لكم وأجيب لكم بعد طيرة. هاي الطيرة إن شاء الله تذكروني أراويكم إياها بسباق أربيل.
سباق اربيل اراويكم هاي الطيرة نفسها تتذكرونها ان شاء الله. هسه احنا ايش راح نسوي لها حتى تجهز صح؟ جر هذني العواشر، هاي العاشرة هم نجرها، راويتكم شلون تجرونها. ذيلها شوف ريشة وريشة بس تلحق تكمل لين بعد عندنا وقت. بس اذا تريد الطيور كلها تجي جهزة واحدة فانت شو تسوي؟ تكبهن كلهن تجرهن، تجر ذيولهن وتجر اول 3 ريش او اول 5 ريش من الجناح. هاي 1 2 3 4 5. هو يبدي الطير منه يذب اول ريشة لحد العاشرة، هاي يسمونها العاشرة. يمتى تهلس؟ 1/8 تهلس الطيور. تتأخر يتأخرن، تهلس بشهر التاسع ما يلحقن. انا اقول لك كل ريشة يراد لها 45 يوم. خليكم ويانا تابعونا وتذكروني. هاي الطائرة نشوفها ان شاء الله بسباق اربيل. تحياتي لكم وخليكم ويانا بالمقاطع الثانية او الجاية.